بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شويه جديده من شوات ام شمس. كنتمنى تكونوا في احسن حال نتوما كتشاهدوا لا فيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ميلفوي سريعه بدون عجين مورق ولا عجينه الفيلو. طريقه جد مبسطه وسهله، كتجي مورقه، الحشوه كتجي بعلكه فيها الداخل، كطيب مره واحده. غادي توجديها بعينيك مغمضين وغادي اكيد باذن الله تعجبك في هاد الليالي ان شاء الله الرمضانيه، هكا لسهراتكم ولا هكا مع العائله شي حاجه حلوه كتجي رائعه بزاف. ما تبخلوش عليا دائما بالتشجيعات ديالكم، تعليقكم رائعه والبارطاج ديال الفيديو مع الاصدقاء والعائله باش تعم الفائده ويوصل الفيديو لعدد كبير من الناس. ونمر معكم مباشره طريقه التحضير. اول حاجه غنحضروا هي العجينه. في اناء كنوضع 2 زلايف ديال الطحين ابيض خاص بالحلويات مع نصف زلافه من الفينو اولا سبيسيال، يعني العبار بنفس الزلافه، نص معلقه صغيره من خميره الحلويات ولا 4 غرام، شويه ديال الملحه. وكنوضعوا هنا عندي بياض بيضه والصفر كنحتفظ به من بعد. كنضيفوا كذلك واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتي، وكنضيفوا ملعقه ديال العسل. الا ما كانش ممكن تعوضوه بالسكر حبيبات اولا سنيده اولا سكر كلاصي اللي كان متوفر. صافي هنا كنضيف شويه ديال الماء وكنحرك بالطراب هكا باش ديك البياض بيضه ما تبقاش عندي هكا مكلله وحتى العسل يذوب. بالنسبه لهنا الماء، لان الجو باقي بارد شويه فكنعملوا الماء تيكون دافي شويه. الا كان الجو سخون كنعملوا الماء غير من الروبيني. هنا كما لاحظتوا معايا كنضيف الكاس الاول كما شاهدتوا معايا، وكنبدا نضيف بشويه بشويه حتى كتجمع معنا العجينه. بالنسبه للعجين خاصو يكون عجين اللي هو شاد فراسو، ما يكونش خفيف، بالعكس خاصو يكون كما غتشوفوا معايا عجينه اللي هي طريه ولكن ما جارياش. فما كندلكوهاش صراحه، يعني كنحاولوا اننا نجمعوا العجين فقط، ما كتاخذش معنا وقت بزاف. وهاد العجين كما غتلاحظوا معايا انا راه عملت كميه تبارك الله كبيره. هادوك 2 زليفات مع نص زلافه ديال الفينو اولا سبيسيال كذلك، كتعطينا ما شاء الله الخير والبركه. كنعملوا العجينه في واحد البلاستيك غذائي مدهون بشويه ديال الزيت وكنحتفظوا به يرتاح على جنب. بالنسبه للماء راه يعني خدمنا اولا احتاجينا 2 كيسان الا ربع. بالنسبه للكريمه فكنوضع كاس ونص ديال الحليب سائل في واحد الكويصرينه على هذا الشكل. كنضيف عليه ساشي ديال الفلون بنكهه الكراميل، وهذا كيبقى اختياري كيعطي واحد البنه زوينه لهاد الكريمه. كنضيفوا كذلك ملعقه ونصف ديال السكر حبيبات اولا سنيده، هنا السكر كيبقى على حسب الرغبه. وكنضيف ملعقه وربع ديال كريم باتيسير بودر في هذه الكميه ديال الحليب باش تجينا كريمه اللي هي عاقده ولكن في القياس. كنحرك هاد المكونات هذه جيدا، يعني في بارد كنعملوها فوق النار. ملي كتقال كنزولوها وكنحطوها على جنب باش انها تبرد. من طبيعه الحال ضروري اننا نغطيوها باش ما تعملناش ديك القشره من الفوق ديال الكريمه. ترجعوا العجين ديالنا كنلقاو انه ارتاح. كناخذو كنقطعو على 4 ديال الحصص او 4 ديال الكرات. وهنا راه غادي نخدمو غير بجوج ديال الكرات، وجوج اخرين راه ممكن انكم تستعملوهم يعني في اشكال اخرى. عجين اللي كيجي رائع وغادي تخدموا به بنفس الطريقه. كما قلت لكم هذه الكميه هذه راه كتعطي كميه كبيره ديال العجين. فاذا بغيتي مثلا انك يعني تخدمي غير حاجه واحده غادي تعملي نصف الكميه العجين. فبحال هذا الشكل هذا كنصاوب الكرات ديالنا مزيان وكنعاود نغطي عليهم. وفي هذه المرحله هذه كنخليوهم ثاني واحد 5 حتى 10 دقائق ترتاح لينا العجينه، باش فاش نبغيو هكا نفتحوها ما تعملش لينا داك الالاستيك وتولي احنا كنجبدوها وهي كتجبد. فهذه ملي كتخليوها ترتاح يعني كتورق بكل سهوله كيف ما غتلاحظوا معايا. كنورقوها مزيان وحنا مرتاحين باستعانه بزيت نباتي. اكيد تنكونوا ذوبنا زبده اللي تكون زبده التوريق، كنذوبوها مع واحد يعني قليل فقط، يعني بحال مثلا 100 غرام ديال الزبده كنذوبوها مع واحد ربع كاس او 3 معلقات صغار ديال زيت نباتي. وكنحطوها على جنب. هذه هي باش كنفتحوا اولا باش نورقوا العجينه. كندهنوها بالزبده وغير بالقياس كما كتلاحظوا معايا. كندهنوها مزيان وكنجمعوها كيف ما غتشوفوا معايا بحال بغينا نجمعوا مسمنه هانتوما. وفي اي مرحله حنا كندهنوا بالزبده. فكنطويوها على هذا الشكل وكما قلت لكم دائما فكندهنوا دهينه اللي كتكون خفيفه ديال الزبده باش هكا كتورق لينا العجينه وكتجي تماما بحال العجين المورق. كنجمعوها هنا بحال بغينا نجمعوا دوبل تور في العجين المورق كما لاحظتوا معايا. وكنخليوها ترتاح. في هذه المرحله هذه كنخليوها ترتاح باش ما ارتاحت، باش ما كما كنقول لكم دائما كتفتح لينا العجينه يعني بسرعه
هنا كناخذ هذيك المسمنه من بعد ما ارتاحت، كندهن الطاوه ديالي بالزبده اولا بالزيت اللي كان متوفر، نورق هذيك المسمنه الاولانيه وكنحطها هكا يعني في كطبقه اولى في الطاوه. وبالنسبه للمسمن راه ممكن انكم توجدوه مثلا ليله قبل وتخليوه في الثلاجه وتستعملوه في الغد، راه ماشي اشكال. كيف ممكن انكم تعملوه وتحضروه وتحطوه في المجمد كذلك ممكن. هنا يعني من بعد ما ورقت الطبقه الاولى كنورق حتى العجينه الثانيه، كنحضرها على هذا الشكل. عاد كنمشي يعني كنعملوا الحشوه. شوفوا معايا كيفاش كيتورق. وهنا راه حتى الاخوات اللي كيجيهم هكا صعيب انهم يورقوه باليد ممكن تستعملوا اولا تستعنوا بالمدلك. كنجيبوا الطاوه ديالنا كنعملوا هكا بالفرشيطه، كنحاولوا نتكوها مزيان العجينه ونثبتوها من الجوانب على هذا الشكل هذا باش يكونوا طالعين وما تخرج ليناش الحشوه من الجوانب بحال هذا الشكل. ومنها يعني كنثبتوهم وكنرققوهم في نفس الوقت. وكنجيبوا الكريمه ديالنا. هنا بالنسبه للكريمه من بعد ما بردات فخديتها وطحنتها. انا راه عملت معكم كميه قليله لاني كنعملها دائما بكميه كبيره، وكان كنحتفظ بها في المجمد عفوا في الثلاجه، كتبقى مده 3 ايام هكا الا بغينا نحضروا بها حويجات اخرى. غير هو يعني الكميه اللي عطاتكم راه هي اللي تماما اللي كتحتاجوا في هاد الفطيره هذه اولا هاد ميلفوي السريعه. كنعمل هنا الكريمه كما شفتوا معايا، وراه ممكن تعملوا حتى اللوز اولا مكسرات مع الكريمه. وكنعاود نحط الطبقه الثانيه ديال العجينه كنثبتها كذلك من الجوانب. الا كان شي هواء كنحاول نفرغوه يعني كنخرجوه، وكنطويها بحال هذا الشكل من الجوانب هكا. كنطوي بحال بغينا نلمطو بالطيله بحال هكا باش ديك الكريمه ما كتخرجش. كنستمروا هكا. وإلا عملتوها هكا في شي طاوه ما عندهاش هكا الحواف ديال الطاوه ما كاينينش، راه ممكن يعني يعني تضغطوا عليها غير بالفرشيطه من الجوانب كذلك. انا بحال هكا كنحاول انني نثبتها مزيان. وحتى الجوانب واخا يكون فيهم هكا عجيني ومضوبل ما تخافوش ان الجوانب يعني كيطيبوا هما الاولانيين، وفاش كيكون هكا عجيني ومضوبل كيكون الطياب هو هذاك، يعني ما كيتحرقوش وكياخذوا الوقت ديالهم في الطياب. صلاة على النبي بحال هذا الشكل هذا. كنجيب هنا عندي داك صفار بيضاء بطبيعه الحال اللي احتفظنا به، فراه هو باش كندهنو في الاخير باش كيعطينا داك اللون الجميل هكا من الفوق ديال المسمنه ديالنا. كنجيبوا هذيك صفار بيضاء كنعملوا فيها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، كنطربوها مزيان وهي باش كندهنوا الوجه ديال هاد الفطيره ديالنا كندهنوها مزيان. وهنا الفران راه عملناه اكيد يسخن، لان الفران خصو يكون سخون جيدا ماشي دافي، خصو الفران يكون سخون مزيان مزيان قبل ما ندخلوا هاد الفطيره هذه. هنا من بعد ما كندهنها مزيان كما غتلاحظوا معايا كنجيبوا سكين وكنحاول انني نقسمها هكا مربعات ولا الاشكال على الشكل اللي بغيتو، وكندخلها ديك الساعات مباشره للفران. بالنسبه للفران فكنخليوه يعني في كمرحله اولى يعني ديك 5 دقائق الاولانيه كنخليو الفران كيكون على عافيه مجهده حتى كتبان لينا تورقات وتنفخات. عاد ديك الساعات يعني باقي ما طابتش غير كتورق وكتنفخ، وتنقصوا ديك الساعه وتنخليوها على عافيه متوسطه، يعني على المهل ديالها كطيب باش كتورق وكطيب من الداخل مزيان. هنا كما شفتوا معايا كنحاول انني نقسمها، ولا من الاحسن يعني تقسموا تقسيم اللي هو خفيف هكا من الفوق. انا هنا راه دخلت عليها شويه داكشي باش غادي تخرج شويه الكريمه كما كاين باس معليش. فغادي نقسمها هكا مربعات وغادي ندخلها مباشره للفران كما قلت لكم اللي كيكون سخون. من بعد ما كطيب لينا هاد الفطيره راه كتجي ولا اروع، يعني كتجي مورقه واللي شافها ما يقولش ابدا انها عجينه المسمن بالطريقه البسيطه جدا اللي عملناها بها. هنا ملي كتخرج من الفران شوفوا معايا اللون ديالها كيكون رائع بزاف. هي سخونه كندهنوها بالعسل هكا من الفوق، اما عسل اولا ناباج يعني كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل العسل كيعطي واحد القرمشه وكتحافظ على القرمشه ديالها. كندهنوها هكايا بالقليل يعني غير كندهنوها من الفوق ماشي كنسقيوها، هي دهينه هكا خفيفه. وكنرش شويه ديال اللوز ايفيلي اللي كيكون محمر اولا كاوكاو اولا كوك اللي كمتوفر من المكسرات. كتجي بنينه بنينه بزاف، لذيذه ومقرمشه وفي نفس الوقت يعني خفيفه، يعني واحد الطريقه فيها زوينه وما كثيرش فيها ابدا الزبده. يعني الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم اكيد. هنا كما قلت لكم غادي نرشوها ولا غنزينوها بشويه ديال اللوز ايفيلي محمر، وغادي نخليوها حتى تدفى ونقدموها
فان شاء الله غادي يعني تعجبكم بزاف كما قلت لكم في السهرات ديالكم رمضانيه مع العائله، او لا هكا حتى في الفطور نحطوا شي حاجه حلوه ساهله وبسيطه، وما يعني ما فيهاش يعني غير مكلفه ابدا، اقتصاديه بزاف. كنتمنى ان شاء الله نكون لبيت الطلب ديالكم في هكا في شي حاجه حلوه اللي تكون عائليه، وبدون عجين مورق او لا عجين اللي هكا فيه كثره يعني تعقيدات. فكنشكركم دائما على حسن المتابعه، ولا لا يخطيكم شكرا لكم. الا وصلتوا معايا لهنا في لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك لا فيديو والبارطاج ديالو مع الاصدقاء والعائله وفي مواقعكم التواصليه. واكيد غادي نقسم معكم طريف من هاد الفطيره الرائعه او لا هاد ميلفوي السريعه. وكانت معكم ام شمس، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.